السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. ايه رأيكم في الحاجات الحلوة اللي قدامكم ديت؟ ولو عايزين تعرفوا بقى الطريقة والمقادير وايه هي الوصفة، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتتابعوا الفيديو للآخر. الوصفة بتاعتنا النهاردة عبارة عن كريب الفراخ. هنعمل الكريب بطريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة خالص، وهتعجبكم تعملوها في البيت وتفرحي بيتك وعيالك ومطبخك وتفرحي كل حتة كده ايه في البيت يعني. ودلوقتي المقادير بتاعه الكريب بتاعنا عباره عن 3 اكواب من الدقيق و3 اكواب من الميه ومعلقه صغيره سكر ورشه ملح او ذره ملح. والمعيار اللي هتعايري بيه الدقيق هو اللي هتعايري بيه الميه، يعني الكوبايه اللي هتعايري بيها الدقيق هي اللي هتعايري بيها الميه. الكميه دي حسب ما انت عايزه وحسب رغبتكم اللي انتوا حابين تعملوها. تعمل مثلا كوبايتين دي قصادهم كوبايتين ميه، 3 دي قصادهم 3 ميه، 4 دي قصادهم 4 ميه. بس انا في الوصفه ديت عملت 3 كوبايات دقيق و3 كوبايات ميه، نص كيلو تقريبا. وهضيفهم كل الحاجات بقى ديت في الخلاط عشان اروح اضرب الكريب بتاعنا ده في الخلاط، اللي هو الدقيق والميه والملح والسكر. بس هي دي مكونات الكريب مش اكتر من كده. واجيب بعد كده بعد ما ضربته قدامكم اهوت في الخلاط، اجيب بقى بعد كده معانا اي حاجه نصفي فيها ونجيب المصفى بتاعتنا عشان لو في اي تكتلات. بس بسم الله ما شاء الله ما فيش اي تكتلات وما فيش اي حاجه خالص. وبعد كده هنروح نحطوه في التلاجة لمده ربع ساعه كده عشان ايه يتقل معانا ويبقى كويس. وعبال ما نحطه في التلاجة بقى ونيجي نستعمله الكريب، عندنا بقى الفراخ انا مقطعاها شرايح كده طويله زي ما انتوا عايزين، ممكن تقطعها مكعبات، تقطعها زي ما انتوا عايزين خالص. وعندي طاسه وحطيت فيها شويه زيت ومعلقه من السمنه او الزبده، وابدا احط الفراخ فيها كده. والفراخ مش هقلبها لحد يعني ايه، مش هبدا اقلب فيها لحد ما ايه ما تنشف معانا كده وتجف ايه ولونها يتغير قدامكم كده زي ما انتم شايفينه قدامكم في الفيديو. واسيبها بقى كده مع نفسها، مش هضيف اي حاجه خالص لحد ما تبدا يعني الميه بتاعتها اللي نازله دي تبدا تجف ايه شويه كده اهو. يعني ايه ويعني ايه تبداي بقى تقلبيها شويه كده لغايه ما تبدا تجف معانا. ولما تبدا تجف معانا كده وتديها لون تحسي ان هي يعني ايه بدات تتحمر شويه كده اكنك بتحمريها حاجه بسيطه كده، نبدا بقى نضيف الاضافات بتاعتنا. الفراخ بتاعتنا هنضيفوا عليها ايه؟ هنضيفوا عليها البصل، بصلتين متوسطتين كده، او تقطعوهم زي ما انتوا عايزين. انا قطعتهم بالشكل ده، ممكن تقطعوهم انت قطع صغيره او مكعبات صغيره زي ما انتوا عايزين. وهنزل برضو بقرنين من الفلفل وطماطمايه. الفلفل ممكن تحطوا فلفل حار، ممكن تحطوا فلفل عادي بارد زي ما انتوا عايزين، دي حسب رغباتكم. وابدا بقى اقلب كل المكونات دي مع بعضها علشان يمتزجوا كده مع بعضهم، واسيبهم يكملوا السوا بتاعهم. ولحد ما اسيبهم مثلا يعني ايه يستووا مثلا يعني ايه 10 دقايق كده، ابدا احط البهارات بتاعتنا. احط البابريكا واحط الفلفل الاسمر وهحط الملح، مش هحط اكتر من كده بهارات. يبقى معانا البابريكا ومعانا الفلفل الاسمر ومعانا الملح. وطبعا الملح تظبطيه زي ما انتوا عايزين. وانا ماشيه معاكم الخطوات والله خطوه بخطوه عشان تعرفوها وتشوفوها، يعني ما فيش اي حاجه والله ما كروت اي حاجه خالص، يعني الحاجه بالظبط زي ما انا عملتها يعني ايه الطريقه بالظبط بالظبط يعني. وبعد كده ابدا بقى اقلب كل الحاجات دي كده مع بعضها اهو. بعد ما حطيت الملح هاخدها بقى وبعد كده اسيبها ايه تستوي كده مع بعضها على النار بقى. اسيبها ايه لغايه ما تحسي ان هي ايه خلاص الفراخ بتاعتنا استوت وبقت تمام. وتحسي بقى ان البصل ده دبل شويه والفلفل دبل شويه. وبعد كده بقى اسيبها على جنب بعد ما استوت معانا. وبعد كده اروح اجيب بقى الطاسه بتاعه الكريب، او اي طاسه عندك او اي صينيه او اي حاجه تحبي تعمليها. ونجيب بقى ايه نعمل الكريب بتاعنا بعد ما حطيناه في التلاجة لمدة ربع ساعة كده. الطاسة هنحط فيها شوية من الزيت وندهنوها كده دهنة كويسة، والطاسة يعني ايه ما تكونش حامية قوي. وبعد كده ابدأ انزل بالكريب كده، وابدأ ايه افرد الكريباية بقى في الطاسة زي ما انتوا شايفين كده اهو نفردوه. طبعا انتوا يعني انا عندي طاسة الكريب دي كبيرة قوي، يعني في احجام منها، بس انا ايه عندي اكبر حجم وكده. فانا بقى ايه تعملي فيها عملت فيها الكرب، فالكربايه عندي ما شاء الله كبيره يعني. انت لو بتعملي في طاسه صغيره يعني هتبقى معاكي الواحده تعمل اتنين في طاسه الكريب الصغيره. وتحسي بقى اول ما تحسي ان الكربايه بدات تنشف كده، ابدا بقى ايه اقلبها على الاتجاه التاني اه. يعني ايه سلكها كده بالراحه عشان ايه لو لازقه منك ما تتقطعش او حاجه. بس ما شاء الله الطاسه مش هتلزق معاكي، اهم حاجه تكون حاجه غير لاصقه يعني الحاجه وتكون يعني ايه كويسه كده.
اهو ناخدوها بقى لغايه ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه دوت، نقلبوها على الاتجاهين، وبعد كده نطلعوها على فوطه ونغطوها لغايه ما اخلص كل كميه الكريب بقى. وتشوفوها معايا اهيت اهو. ما شاء الله دول يعني الكميه دي عملت لي 6 كريبات. ال6 كريبات دول كبار جدا، يعني انا لو بعمل كريب صغير في طاسه صغيره هيعمل معايا مثلا قول 10، هيعمل معايا 10 كريبات او حاجه يعني اهو. وادي الكريب بتاعنا، ولازم تغطوه عشان يفضل طري معانا ويفضل كويس ما ينشفش معانا ويبقى ايه يتكسر كده. وهنعمل دلوقتي بقى ايه، خلاص احنا كده خلصنا بقى الفراخ وعملنا الكريب. وبقى ايه هنجيب بقى الكريب بتاعنا ونتنيه التانية اللي قدامكم ديت عشان نعرف نتني تانية الكريب ونطلع شكل الكريب اهوت كده. وبعد كده اول حاجه احط لها بقى ايه شويه كاتشب وشويه مايونيز للي بيحبوا كاتشب ومايونيز. في ما بيحبوش كاتشب ومايونيز عادي خالص، ممكن تحطوا الفراخ اللي احنا عملناها، ممكن بدل الفراخ تحطوا بقى حاجات كتير، يعني ممكن تحطوا لحمه مفرومه، ممكن تحطوا مثلا يعني يعني السجق اللي انتوا عايزينه، يعني الكريب اللي انت بتعمليه في بيتك تعملي اللي انت عايزاه. انا دلوقتي حطيت شويه كاتشب وشويه مايونيز. وعندي بقى بطاطس انا حمرتها، بطاطس برضو عاديه كده زي ما انتوا شايفين حمرتها وحطيت شويه اهوت برضو. وبعد كده اجيب بقى ايه معلقه كده من الفراخ او شويه من الفراخ اللي انا عملتهم كده اهوت كده بالشكل دوت. وبعد كده اقوم قافله الكريبايه، قافلاها بقى ايه شكل المثلث كده او شكل السمبوسه. بس ما ننساش الجبنه الموتزاريلا، لو عندكم جبنه موتزاريلا. ما فيش جبنه موتزاريلا عادي، ما فيش حاجه هتاثر خالص، اهم حاجه هو الكريبايه والحشو بتاعها وخلاص. اي حشو والله لو هتحشوها جبن بتبقى خطيره برضو اهو. وكده اول كريبايه احنا عملناها. هعمل معاكم كريبايه كمان كده. اجيب كريبايه وعايزه اوريكم. بصوا الكريب فعلا جميل جدا جدا يعني. يعني عجينته حلوه وطري. شوفوا طراوته ما شاء الله عامله ازاي، ما شاء الله يعني. اعمل بقى الكريبايه دي معاكم تاني اهوت. يعني نتني حته برضو منها كده، يعني ايه نعملها مثلا التلتين والتلت. وبرضه احط الكاتشب واحط المايونيز اهو، برضه احط الكاتشب واحط المايونيز. وبعد ما حطيت الكاتشب بقى وحطيت المايونيز برضه هحط البطاطس، وهحط برضو الفراخ، وهحط الجبنة الموتزاريلا. ولو عندكم ممكن اي حاجة تانية تحطوها، مثلا عايزين تحطوا زيتون، عايزين تحطوا جبن بس عادي، عايزين تحطوا مثلا جبنة رومي، انتوا حابين تعملوه. الكريب بيتعمل بكل حاجة ممكن تتوقعوها اللي انتوا تعملوها بيها. هي اهم حاجة تعملي العجينة وتبقى طرية معاكي كده، وتحطي فيها اللي انت عايزاه، وتحسي ان حاجة جديدة، وهتفرحي ولادك بالكريب الجميل ده. وبعد كده اخر حاجه هنضيفوها الجبنه الموتزاريلا. برضو ما فيش، ممكن تحط جبنه رومي، ممكن تحط جبنه بيضه يعني، مش شرط. بس هي الجبنه الموتزاريلا انتوا عارفين بس هي عشان الشده، ويفضل ان هي تبقى نوع حلو يعني. بتبقى في انواع مش قوي وحصلت معايا كتير، وبس هو الواحد بيتعلم وكده. وبكده يعني ايه تبقى الكريبات التانية هي عملتها. وبعد ما اخلص كميه الكريب كلها بقى، هروح بقى في طاسه الكريب اللي انا عملتها، اللي انا كنت عامله فيها الكريب اصلا. هرصهم بقى كده يا دوبك بقى ايه ياخدوا لون كده على في طاسه الكريب، يعني ايه يبقوا حلوين كده. وبعد كده يعني ايه ينشفوا شويه ويجفوا كده ايه في الطاسه اهوت. واقلبها بقى الناحيه التانية كده اهوت. عملناها كده على الناحيه، ابدا اقلبها بقى على الناحيه التانية اهو. بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. شوفوا شوفوا عامل ازاي، ما شاء الله جميل جدا. هقلب بقى كل الكريب بقى ايه عشان يتشمح من تحت ومن فوق كده، وياخد ايه لون كده من تحت ومن فوق ايه، وينشف معانا ويجف ايه شوية اهو. ما شاء الله الكريباية كبيرة يعني، ما شاء الله يعني حجم الكريباية ما شاء الله كبيرة يعني. يعني انتوا مش متخيلين عاملة ازاي، بس هي كبيرة ما شاء الله يعني. وبعد كده طلع معانا الكريب اهوت. بسم الله ما شاء الله. بصوا تحفة وخطير جدا. وشوفوا الكريباية عاملة ازاي ناشفة وماسكة نفسها وجميلة ازاي. شوفوا من تحت لونها عامل ازاي ومن فوق. والحشو اللي جواها برضو خطير، يعني الكاتشب مع المايونيز مع الفراخ. بصوا الجبنة الموتزاريلا يعني ايه عشان بقى ايه الدنيا، يعني ايه حبينا ايه بقى ايه ادلع العيال النهارده واعمل لهم الكريب عشان ايه يبقوا مبسوطين بالكريب ده. وادي يعني دوت الكريب بتاعنا. وده كان فيديو النهارده، ويا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناه، في قناتي قناه مروه الحداد، وتعملوا لي احلى يعني احلى لايك كبير جدا على احلى كريب ممكن اعمله. وممكن تعملوه انتوا كمان في بيتكم. وبصراحه والله الكريب جميل جدا جدا جدا، واديكم شايفين شكله وشفتوا طريقته خطوه بخطوه.
ويعني ايه ما عملتش معاكم اي حاجه، كل حاجه مظبوطه معاكم. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، وباي باي. وما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه. باي باي.